في هذا الفيديو غادي نهضروا على التيليجرام، واحد من اشهر التطبيقات ديال التواصل في العالم. ولكن هذا التطبيق كيتعتبر تطبيق مشبوه لدرجه كاين اللي كيطلق عليه اللقب ديال الديب ويب الثاني، وكيتعتبر من بين اخطر التطبيقات اللي كاينين في العالم، والمميزات اللي فيه والاحداث الخطيره اللي ممكن تطرا بالسبب ديالو. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو التيليجرام، هو تطبيق ديال التواصل بحال واتساب، ممكن تقاد فيه بروفيل ودير جروبات وتهضر مع الناس من مختلف انحاء العالم الى اخره. والسؤال اللي غادي يكون كيدور في راسك دابا هو شنو السبب اللي خلاني نكتب في العنوان وفي المينياتور على التليجرام تطبيق خطير. اولا وكتعريف التليجرام تم الانشاء ديالو سنه 2013 من طرف واحد الشخص اللي هو بافل دوروف، واللي هو المنشئ ديال تطبيق فيكا، حتى هو اللي كيتعتبر من اشهر التطبيقات في روسيا، بل نقدروا نقولوا في العالم. وهذا التطبيق ديال فيكا كان بحال الفيسبوك، كتصيب كونط وكتحط منشورات وكتهضر مع الناس، ولكن كانت فيه واحد الميزه ديال الامان والخصوصيه، هي انه حتى واحد ما يقدر يوصل للمحادثات ديالك ولا يقدر يجسس على المكالمات ديالك. يعني التطبيق فيه حمايه وخصوصيه للمستخدمين كبيره بزاف. والحكومه الروسيه ما كانش عاجبها هذا الشيء، حيت داك التطبيق ما كانوش كيقدروا يوصلوا المعلومات ديال المستخدمين ديالو، وكانوا كيتباعوا فيها المخدرات وكيوقعوا بسببه جرائم بلا ما تقدر الحكومه تعرف شكون الفاعل. هادشي علاش واصلوا مع بافل دوروف باش يتعاون معاه ويخليهم يوصلوا المعلومات ديال المستخدمين، ولكن رفض، وحتى تدوينه كيضحك فيها على الحكومه الروسيه، وهادشي اللي خلاهم يعتقلوه ويشريو من عند الشركاء ديال داك التطبيق جزء كبير، وهكا غادي يقدروا يتحكموا في داك التطبيق. وهنا بافل دروف ما خلاو ليه فين يدوي، هادشي علاش قرر يخلي ليهم داك التطبيق في روسيا وانتقل لدبي باش يبدا خدام على التطبيق ديالو تيليجرام اللي دار عليه هذا الفيديو كامل. وبدا عاوتاني خدام على البلان ديال الخصوصيه والحمايه في تيليجرام، وهادشي اللي غيخلي نسبه كبيره من المستخدمين ينتقلوا ليه، وغيبدا خدام عاوتاني وغيولي يدير منافسه كبيره مع تطبيق انستغرام وفيسبوك وواتساب اللي تابعين لمارك زوكربيرغ. وهادشي كامل بسبب الخصوصيه والحمايه اللي كانت عندها نسبه كبيره تما. وهنا فين غادي ياخذ اللقب اللي قلت قبيله ديال الديب ويب، حيت كانوا فيه جروبات كيتباعوا فيهم المخدرات، ويمكن لك تدوي مع قتله ماجورين بلا حتى حد ما يمكن ليه يشوف الهضره ديالك، لا البوليس ولا حتى الناس اللي مصوبين التطبيق براسهم. وزيد على انه يمكن لك تحط فيديوهات دمويه واباحيه بلا ما تاخذ حظر ولا يتبلوك عليك الكونت كيف ما كيطرا في جميع التطبيقات. وهنا غادي تدخل فرنسا وامريكا وبريطانيا على الخط، وغيقولوا بلي هذا التطبيق كيشكل خطر عليهم وعلى المجتمع وعلى العالم، وغيطلبوا من بافل دروف باش يعطيهم معلومات على هذا التطبيق ويخليهم يوصلوا المعلومات ديال المستخدمين ديالو. ولكن غادي يرفض عاوتاني بحجه خصوصيه المستخدمين وما بغاش يتعاون معاهم، وهادشي اللي غيخليهم يعتقلوه سنه 2024 بالتهمه ديال النصب والاحتيال والمساعده في هادشي كامل. وفي الاخير وكاجابه على السؤال اللي طرحت في الاول، التليجرام خطير وخطير على المجتمع بسبب الخصوصيه والحمايه اللي ما يمكنش حتى الاف بي اي يخترقوها، وخطير على شركات كبيره بحال نيتفليكس اللي كيسرقوا الافلام ديالها وكيحطوهم تما فابور، وبزاف ديال الحوايج الخايبه اللي ممكن تطرا تما بحال التجاره في البشر، التجاره في الاسلحه، والتجاره في المخدرات. جميع الحوايج اللي ممكن يكونوا كيطراو في الديب ويب كيطراو في تيليجرام، ولكن مجانا. وزيد عليها هي انه كتكون عندك واحد الخصوصيه كبيره وكتكون مأمن ديال بصح، وما يقدرش حتى تموت التطبيق اللي مصوبه ويوصل المعلومات ديالك ولا يشوف المحادثات ديالك. وهذا الشيء اللي كيخلي التليجرام واحد من اخطر التطبيقات اللي كاينين في العالم وفي عالم السوشيال ميديا. وكخلاصه واخا التليجرام فيه كاع هاد المميزات وفيه واحد الجانب اللي خطير وخطير ديال بصح لدرجه كيتلقى بالديب ويب كيف ما قلت، الا هو انه عنده واحد الجانب مضيء، حيت هو التطبيق الوحيد اللي ممكن لك تدوي فيه على اي حاجه بلا ما تاخذ حذر، وتحط اي فيديو كيف ما كان بلا ما تاخذ حذر. يعني ما كاينش اللي غادي يوقفك ولا غادي يحبسك الا بغيتي تقول شي هضره ضد شي حكومه ولا شي حاجه الى اخره. وفي الاخير بغيت نسولك انت ولا انتي كمستخدم لتطبيق تيليجرام، اشنو كيبان لك فيه؟ واش تطبيق خطير ولا تطبيق اللي مزيان؟ وفاش كتستخدميه انت في الحياه اليوميه ديالك؟ سو هذا مكان، ما تنساش لايك وتشترك في القناه، حيت كاع هادشي اللي شفتي في هذا الفيديو غير بتليفون. هذا مكان، بيس عليكم الاخوان.